تخيل إن كل اللي بينك وبين حلمك الكبير مش سنة ولا 5 سنين ولا حتى عمر طويل. تخيل إن كل اللي محتاجه 66 يوم بس. والله 66 يوم تقدر فيهم تغير حياتك، تخلي الحلم اللي دايما بتحلم بيه واقع ملموس. بس السؤال الحقيقي، هل أنت مستعد تبدأ من النهاردة وتكمل للآخر؟ اثبت لينا في الكومنتات. في خرافة منتشرة بتقول إنك محتاج 21 يوم بس علشان تكتسب عادة جديدة أو تغير حياتك، بس الحقيقة العلمية بتقول غير كده. باحث اسمه دكتور ماكسويل مالتز في الأول قال 21 يوم، لكن الدراسات الحديثة خصوصاً دراسة من جامعة UCL البريطانية أثبتت إن متوسط الوقت لاكتساب عادة جديدة هو 66 يوم، وده رقم مش سهل ومش صعب كمان. أهلا بيكم في قناة رشد. لو دي أول مرة ليك فما تنساش تضغط على زر الإعجاب والاشتراك، لأن ده بيساعدنا نوصل لناس أكتر ونطور من محتوانا أكتر وأكتر. يلا نبدأ. ليه 66 يوم؟ الدماغ البشري زي أي عضلة محتاج وقت علشان يتشكل ويتعود. أنت مش بتغير تصرف، أنت بتبرمج مخك على أسلوب حياة جديد، وده بياخد وقت. أول 22 يوم مقاومة، كل خلية في جسمك بتقولك بلاش، مش قادر، ولكن خليك زي ما أنت. التلت التاني 22 ل 44 تكيف، تبدأ تحس إن العادة دي جزء من يومك. التلت الأخير 44 ل 66 العادة بقت تلقائية زي شرب القهوة الصبح. إزاي تبدأ وتستمر؟ حضر عقلك وجسمك. اكتب هدفك بصيغة واضحة، مش عايز أحس، لا، اكتب أنا هقلل وزني 10 كيلو علشان أعيش بصحة ونشاط. اكتبه علشان لما تيأس ترجع له وتفتكر أنا بعمل كده ليه. هتيجي أيام المقاومة وهتحس إنك مش في المود. هنا دور الانضباط مش الحماس. نصيحة: ما تستناش تبقى متحفز، اشتغل وانت زهقان. زي أحمد، شاب حابب يتعلم تصميم، خصص نص ساعة بس كل يوم حتى لو كان تعبان. بعد 40 يوم من التحدي بقى بيصمم شعارات لناس بفلوس. بعد 40 يوم من التحدي هتحس إنك اتغيرت فعلا. طاقتك بقت أعلى، تركيزك زاد، وحتى نظرة الناس ليك بدأت تختلف. خليك فاكر، دي مش النهاية، دي بس علامة إنك ماشي صح. ابدأ زود اللي بتعمله. لو كنت بتتمرن 10 دقايق خليه ربع ساعة. لو كنت بتكتب كل يوم جرب تنشر اللي كتبته. زي فاطمة، بدأت تكتب رواية حلم حياتها ربع ساعة يوميا. بعد 66 يوم كان عندها أول مسودة كاملة. إيه السر؟ السر في الاستمرارية مش المثالية. مش لازم تكون مثالي علشان تنجح. كتير من الناس بيفشلوا لأنهم فاكرين إن لازم يكونوا مثاليين، لكن الحقيقة لو مشيت على 66 يوم حتى لو بنسبة 80% هتشوف تغيير عظيم. يعني لو يومك اتبهدل قوم تاني، لو كسلت يومين ارجع من تاني. المهم إنك ما تسيبش نفسك. إزاي تطبق ده في حياتك النهاردة؟ اختار حلم واحد مش 10. قسموا العادات يومية صغيرة، مش لازم تنقلب سوبرمان من أول يوم. راقب نفسك يوميا، شوف انت بتقع فين وارجع تاني. كافئ نفسك كل أسبوع، بسيطة، فيلم بتحبه، خروجة، شوكولاتة لو مش بتعمل دايت. سجل رحلتك بالورقة أو على الموبايل أو حتى فيديوهات. التغيير مش معجزة، هو علم وليه خطوات. 66 يوم كفاية علشان تحول أي حلم من فكرة على الورق لحقيقة على الأرض. افتكر دايما، مش اللي بدأ هو اللي بينجح، اللي كمل هو اللي حقق الحلم. لو عجبتك الفكرة وعايز تبدأ الرحلة، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان كل يوم هشاركك خطوات تساعدك تكمل 66 يوم وتحقق حلمك. وسيب لي في الكومنتات ايه هو الحلم اللي نفسك تحققه. أنا مستني أقرأ وهختار تعليقات وارد عليها في الفيديوهات الجاية.